في ظل الأزمة العالمية اللي بنمر بيها اليومين دول، في عندنا مصطلحات كتيرة قوي ممكن نسمع عنها في الأخبار ليها علاقة أكتر بالفاينانس. عشان كده حلقة النهاردة هنتكلم أكتر عن كلمات expressions with idioms ليها علاقة بالموني. Hello my lovely learners, this is Samer Kamel and you are watching English Trainer Samer. يلا بينا. أول كلمة كلنا عارفينها وبنستخدمها كتير حتى في كلامنا بالعربي وهي budget واللي هي الميزانية. For example, we say we need to set the budget for this month. لازم نحدد ميزانية الشهر ده. Number 2, charge معناها لما حد يكلفك مبلغ معين مقابل خدمة معينة. فمثلا نقول the mechanic charged me $500 to fix my car. تختلف شوية عن cost as a verb لأن cost as a noun تكلفة، لكن cost as a verb يكلف. فممكن أقول مثلا this pair of pants costs $200 بقى 200 pounds، وده معناه إن cost عادة بتيجي أكتر مع السلع مش الخدمات، لكن ما يمنعش إن إحنا ممكن ساعات نستخدمها مع الخدمات. فأقول مثلا it will cost me $300 to set up my internet connection. Number 4, down payment معناها المقدم. The amount of money that you pay at first for something. واللي بعديه بتبتدي تدفع حاجة اسمها installments زي number 5 اللي هي الأقساط. So I paid 10% as a down payment for the apartment and I'm gonna be paying installments for the next 10 years. Fees رسوم خدمة معينة أو رسوم حاجة معينة بتتقدم لك. زي مثلا the course fees رسوم الكورس. لكن fair هي التعريفة أو الأجرة اللي بتدفعها لحد مقابل حاجة معينة وعادة بتبقى ثابتة. يعني إيه ثابتة؟ يعني مثلا نقول the taxi fare تعريفة التاكسي أو أجرته. كلنا دلوقتي طبعا بناخد بالنا قوي من الحزام وإحنا لابسينه عشان الترافيك فاينز المخالفات المرورية. فاين يعني مخالفة، ولازم تاخد بالك قوي وانت سايق because you will pay a lot if you get fines. لكن ده مش معناه ان كلمة fine بتيجي مع المرور فقط، لا. fine هي the amount of money that you pay as a punishment for breaking the rules. غرامة. grant the amount of money that you take from the government as support أو help for مثلا education or anything else. اللي هي المنحة. بتاخد منحة من الحكومة كمساعدة لغرض ما وغالبا بيبقى عشان التعليم. loan القرض. When you take some amount of money from someone or from a place like the bank لما تاخد قرض من البنك أو من حد and then you have to pay it back in a specific time أو in a certain period of time. لكن المortgage amount of money you take or you borrow from the bank to buy a house. يعني القرض اللي بتاخده عشان تشتري عقار اللي هو التمويل العقاري. donation هو التبرع. amount of money that you pay for someone or for something and you don't receive it back اللي هو التبرع. اللي هي الوصية. A document that recommends how people are going to use the money of a dead person. يعني وصية بتكتبها بتبلغ بيها الناس اللي هيورثوك أو اللي هياخدوا الفلوس بتاعتك يتصرفوا فيها إزاي. نيجي بقى لشوية expressions ليها علاقة بالفاينانس. زي مثلا الفترة دي there is inflation تضخم جامد جدا. بالنسبة لنا دي مشكلة كبيرة لأن احنا a consumer society. يعني احنا مجتمع استهلاكي بنستهلك مش بننتج. مع وجود تضخم كمان like consumer society with inflation this is a big crisis. دي أزمة كبيرة. With very high inflation rates of course the standards of living are going to go down. بمعنى معدلات التضخم تزيد قوي مستوى المعيشة هيقل لأن طبعا money is going to lose its value. قيمة الفلوس هتقل وده نتيجة للتضخم inflation وبالتالي the standards of living are going to go down. وفي فرق طبعا بين ال standard of living and the cost of living. When the cost of living is too high the standards of living are going to be down. وخلي بالكوا في فرق بين ال income وال salary. السالري هو ال amount of money اللي بتاخدها كل شهر مقابل عملك، انما ال income الدخل عموما. فانا ممكن السالري بتاعي مثلا في شغلانه معينه يبقى X بس اجمالي الفلوس اللي بتدخل لي كل شهر مش من السالري بس، فبالتالي ده بنسميه الانكم. Nowadays with inflation with high cost of living people can't afford to buy even food.
can't afford to buy مش قادر على شراء، ما يقدرش، اللي معاه مش مكفيه يشتري حاجة معينة. It's not only about food. If I say I can't afford to buy this house يعني I have money بس مش كفاية إن أنا أشتري البيت ده. Can't afford to. Nowadays a lot of people are in debt. وخلي بالكم في فرق بين debt و debit. الديبت كارد هو الاي تي ام كارد اللي بندخله في الاي تي ام عشان نسحب بيه فلوس او نودع بيه فلوس. انما الديت without B, the B is silent, the الدين. And usually we say I don't like to get into debt. ما بحبش الدين. I don't like owing people money. The main reason for nowadays inflation is that our currency value is going down comparing to the other currencies أو the international currencies. قيمة عملتنا قلت مقابل العملات الأجنبية وده أدى إن الاكسشينج ريتس اختلفت، معدلات الصرف. تعالوا بقى ناخد شوية idioms أو مصطلحات بنستخدمها في العربي وممكن برضو نستخدمها in English. الشخص اللي بنقول عليه مش عايش عيشة أهله ده معناه إن هو بيصرف أكتر بكتير من اللي داخله أو عايش حياة أو لايف ستايل أكتر بكتير من الانكم بتاعه. So we say he lives beyond his means. He lives beyond his means. مش عايش عيشة أهله. الشخص اللي بيبقى مسرف جدا وإيديه سايبة وبيصرف فلوسه على الفاضي وعلى المليان بنقول he spends money like water. بيصرف كتير قوي. Spends money like water. In business life لما تكون الشركة اللي انت شغال فيها محققة أرباح والدنيا حلوة معاهم يقول لك we are in the black. We are in the black it means حالنا الاقتصادي أو المادي حلو جدا. عكسها we are in the red يعني احنا بنخسر. We are in the red. كتير مننا بيصرف فلوسه كلها في أول أسبوع من الشهر فبالتالي يجي على نص الشهر أو آخر الشهر يبتدي يستلف أو بيقرط على نفسه قوي لأنه معوش يصرف. And in that case we say he can't make the ends meet. He can't make the ends meet. Ends اللي هم النهايتين، نهاية المرتب ونهاية الشهر. He can't make them meet. Make them meet يعني ما بيتقابلوش. واحد بيجي قبل التاني. المرتب بيخلص قبل الشهر ما يخلص. محتاجين نعمل براكتس عشان نقدر نستخدم الكلمات والمصطلحات دي كتير وما ننساهاش. لو استفدت من الحلقة وعجبتك لايك. لو عايز تشوف حلقات تانية جاية وتتفرج على الحلقات اللي فاتت subscribe in the YouTube channel. Thank you very much. I'll see you in the next one. Bye.